بلاش تطلق ونفقة الزوجية شغالة. ليه؟ أنا عن الزوجة في قضية نفقة زوجية. حلو. ألاقي الزوج داخل بقسيمة الطلاق ويقول ست الريس أنا طلقتها. الريس بيشوف تاريخ الطلاق امتى، وهي طالبة أصلا النفقة بتاعتها ممكن يكون من سنة فاتت مثلا، أو من تاريخ التسوية اللي هو مثلا بيبقى سابق عن الدعوة بشهر أو شهر ونص أو شهرين، على حسب هي برضك رفعت الدعوة امتى. القاضي ساعتها هيحكم بمبلغ كبير. ليه؟ عشان هي من حقها الشهرين ايه اللي هو ايه قبل طلاقك ليها. تمام. يعني الدعوة مش هتترفض، لا، القاضي هيحكم بنفقة الزوجية من تاريخ كذا اللي هو تاريخ التسوية، او من تاريخ طلبها لنفقة الزوجية لحد ميعاد طلاقك ليها. طيب حلو. والمبلغ الكبير ده للأسف هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه المتعة والعدة والمؤخر. عشان كده ما ينفعش تطلق ونفقة الزوجية شغالة. استنى لما النفقة تخلص خالص وطلق.